السلام عليكم، معكم هدى بقناة يحكى أن. كنتمنى تكونوا بألف خير. كندير قصص طوال وقصار وكنحاول نحط لكم كل اسبوع قصه، لانني عندي بزاف ديال الحوايج اللي كنديرهم في حياتي، ولكن كنحاول نعطيكم وقتكم لانكم حتى نتوما كتعطيوني من وقتكم. وحاولت ندير 2 قصات في الاسبوع، ولكن جاتني صعيبه صراحه بزاف، حيت راه القصه كنبحث عليها مزيان وكنقلب على مصادر اللي موثوقه، وكنجي لمرحله التحرير وعاد التصوير، واخر حاجه هي المونتاج اللي كياخذ مني وقت كبير. فإلا طولت عليكم ما تقلقوش، وراكم ديما في البال وكنبغيكم، وبوسه كبيره ليكم. القضيه ديال اليوم فيها العنف، وبطلها طفل سوبرمان. هذا الطفل في عمر الزهور. هذه القضيه دايره ضجه كبيره في مصر وما كاينش اللي ما كيهضرش عليها، والبطوله ديالو بقات راسخه عند الملايين ديال المصريين. وهذا الوليد خاض مع ماماه معركه قانونيه كبيره وطويله دامت لمده عام، والقرار ديال ماماه كان حاسم من اللحظه الاولى، وبزاف ديال الناس باغيين يعرفوا عليها بعض التفاصيل. وهذا الشيء اللي غتشوفوه معايا في هذه الحلقه ديال اليوم. انا براسي ملي بحثت عليها لقيتها كتضر في الخاطر وكتزعزع القلب وبزاف، ومرضاتني لدرجه بقيت كنحلم بهذاك الوليد وكنتخايلو. فكنصحكم باش تفرجوا في هذه القضيه باش تاخذوا عبره منها وما تثقوش، وديما كونوا قراب من ولادكم وعلى القرص. واللي ما كيتحملش يسمع بحال هذه القصص ديال الاطفال فما كنصحكمش بهذه القضيه ديال اليوم، وممكن تشوفوا شي قصه واحده اخرى عندي في القناه. الحكم ديال هذه القضيه راه يلاه صدر نهار الاربعاء اللي فاتت، يعني نهار 30 في شهر 4 في هذا العام ديال 2025. وانا بلا ما نزيد نطول عليكم كثر وندخلوا في التفاصيل ديال القضيه ديال اليوم. كيف قلت لكم وقعت في مصر، وبالضبط في منطقه دمنهور، بعيده ب 60 كيلومتر تقريبا على مدينه الاسكندريه. في هذه المنطقه كتعيش واحد الاسره اللي كتكون من ام واب ووليد صغير سميتو ياسين. وفي اللحظه ديال وقوع هذه الكارثه كان يلاه في عمره 4 سنين. الحاجه الوحيده اللي عارفين هي ان ماما هي اللي مسؤوله عليه، حيت بابا كان خدام في شي دوله واحده اخرى، يعني كان مهاجر، واش في اوروبا ولا الخليج الله اعلم، لان العائله متحفظين وحريصين كل الحرص على انهم يخرجوا شي معلومه شخصيه عليهم. ياسين كان كيقرا في مدرسه من احسن وارقى المدارس اللي في المنطقه ديالهم، مدرسه خاصه فيها بزاف ديال اللغات، ومدرسه اللي غاليه وماشي اي واحد كيقدر يقرا فيها. دونك والديه كانوا مأمنين عليه في هذيك المدرسه. غادي يدخل هذه المدرسه في البدايه ديال العام 2023، وغير دخل ماما بدات كتلاحظ عليه شي حوايج اللي ماشي هما هادوك. الولد ولا كيخاف بزاف وبحال عنده شي حاجه اللي مخبيها. فبالنسبه ليها هي هادشي عادي، وخصوصا الا كان هذا هو ولدها البكر، فهي ما تعرفش شنو السبب. وخصوصا طفل ديال 4 سنين ما غتقدرش تخرج منه الهضره، لانه مازال ما كيهضرش وكيعبر بطلاقه، يلا كيقول واحد الكلمات وصافي. داكشي علاش في هاد اللاج خاص الوالدين يزيدوا يعمقوا العلاقه مع الطفل ديالهم. طفل 4 سنين كتبدا تبان عنده بعض الميولات والرغبات الخاصه، داكشي علاش كيحتاج انه يحس بالعلاقه مقربه مع والديه، وخاصه باه ولا مو اللي من نفس الجنس. كيفاش؟ انا نشرح لكم. الا كان ولد خاصو يروم لباه لانه باش يكتسب منه خصلات الرجال، والا كانت بنت تروم لامها باش تكتسب منها الانوثه، وخصوصا في هذا السن، يعني باش هنا كيبداو ياخذوا التصرفات من والديهم اللي كيكونوا هما القدوه ديالهم. وفي هذا السن ربما كيبدا الطفل يخبي بعض الاسرار الطفوليه، وهذا الشيء كيحتاج الاستيعاب من طرف الاسره، ويخليو الطفل يحس بوالديه راه صحابه ورفاق ليه، باش يقدر يوصل لهم اي حاجه وما تكونش بيناتهم اسرار. المهم العام الاول ديال ياسين غيدوز مزيان اللي هو 2023، وغيشد العطله وغادي تعاود ماما تقيدو في نفس المدرسه بالنسبه للسنه الدراسيه ديال 2024. ففي العطله الاولى اللي غيشدو ديال عام 2024 غادي يسافروا هو وماما عند الاب اللي مستقر في دوله اخرى.
فغاديين يسافروا عنده كيف ديما، ولكن هاد المره ياسين غادي يمشي عند باباه ويقول ليه بغيت نقول لك شي حاجه. ياسين هنا ولات عنده 5 ديال السنين، فباباه في الاول غادي يجي عادي، راه غيكون باغي غير يقول ليه ولا يعاود ليه على شي حاجه ديال المدرسه ولا القرايه ولا صحابه ولا هذا. ولكن داكشي اللي غادي يبدا يعاود ياسين لباباه كان صادم لدرجه ان الاب ما قدرش يستوعب ابدا. غايقول واش الولد كيعاود ليا شي حاجه اللي شافها في التلفازه ولا غير كيتخايل. الولد قال ليه في المدرسه ديالي كاين واحد عمو اللي كيديه للطواليت وكيبقى يضربو وكيدير ليه شي حوايج اخرين اللي الولد ما قدرش يشرحهم لباباه، واهم حاجه كيقول هي انه كيحس بالالم. الاب هنا غادي يحافظ على الهدوء ديالو، ولكن غيبقى كيسولو بطريقه مختلفه ولا كينسيه ويعاود يسولو، وغيوصل باللي ياسين كيقول نفس الهضره. وهنا الاب بغى يتاكد بان الولد راه ما كيكذبش وكيقول الحقيقه، وهنا كارثه غتوقع. ياسين ملي غيشدوه باباه وماماه وغاديين يبداو كيهضروا معاه ويتقربوا ليه كثر وكثر ويبينوا ليه الامان وباللي راه ما غيوقع ليه والو وغير يهضر. فغادي يقول لهم باللي كاين واحد الراجل في المدرسه وقال لهم كيف ما قلت لكم في الاول باللي كيديه للحمام وكتعاونوا الناني، يمكن الناني ديالهم هي النونو ديالنا. المهم قال لهم باللي الناني هي اللي كانت كديه للحمام، كدير براسها غتساعدو في الحمام باش يقضي حاجته، وكديه بعض المرات من القسم وبعض المرات من الاستراحه. اوف، هنايا شحال ضرني قلبي وبغى يسكت ليا بالفقصه، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وفاش كديه الحمام كيكون داك الراجل كيتسنى في الوليد باش يتكرفس عليه وماشي غير في الحمام. كاين مورا المدرسه واحد الطوموبيل قديمه خاسره محطوطه تما، كاينه في اللون الاحمر وديما كاينه محطوطه تمايا، وفي هاد الطوموبيل حتى هي كان كيتكرفس عليه فيها. وغاديه تسول امو على واش عمرو قال هاد الهضره لشي واحد. قال لي لا راه قلت على المعلمه ديالي وقالت لي ماشي مشكل، وسولاتني واش قلتي هاد الشيء لماماك، وانا قلت ليها لا ما قلتهاش لماما. والمعلمه غاديه تقول ليه برافو عليك، برافو برافو، بلا ما تقولها ليها تبارك الله على المربيه ديال الاجيال، الله يغبر ليها الشقف، قولوا امين. وراه هاد المدرسه اللي كان كيقرا فيها كيف قلت لكم كتعتبر من احسن المدارس الخاصه في هذيك المنطقه، والمديره ديالها كانت سميتها وفاء ادوارد، والديانه ديالها كانت مسيحيه، وياسر كان كيديه ترونسبور وكيجيبو. فمن بعد غيتبين باللي فعلا قالها لمعلمته وقالت ليه غير سكت وما تقولهاش لماماك، وراه مزيان ملي ما قلتيهاش ليها. وهذيك المعلمه هي اللي مشات عند المديره وفاء وعاودات ليها هذا الشيء كامل. وياسين قال لهم باللي المديره واحد المره جابته عندها للبيرو ديالها وعيطات على هذاك الوحش اللي كيتكرفس عليه وعطاتو عصا، عطات عصا لياسين وقالت ليه ضربو، زعما راها عاقبات داك الوحش. وياسين خدا منه حقه وصافي، وقالت ليه راه هادشي عمره ما غيتعاود. ولكن ياسين قال لهم واخا ضربوا بالعصا هذاك الوحش غير فين زاد كيتعدى عليه كثر، وهاد المره كان كيتعدى عليه وكيضربو كثر وكثر. هاد الوحش سميتو صابر كمال وفي عمره 80 عام دابا، وفي الوقت ديال وقوع هاد الشيء كان في العمر ديالو ديك 78 عام، يعني بينو وبين القبر غير شبر. هاد الوحش صابر كان هو المقتصد ديال ديك المدرسه، وكان هو اليد اليمنى ديال المديره، وكانوا بجوجهم مسيحيين وكانوا كيتفاهموا بزاف، وهي كانت كتستر عليه. علاش؟ الله اعلم، ما نعرف اش كان بيناتهم، لانه مستحيل تكون مديره ويجي واحد الطفل عندك ويقول لك باللي هذا الراجل راه كيدخلني الحمام وكيقيسني في لي بارتي انتيم ديالي، وغيدير هذيك المسرحيه تجيب عصا وتقول ليه ضربوا بها وصافي غدوز الموضوع بهذه السهوله. وياسين كيقول مورا هذيك المسرحيه ديال المديره راه داتو الناني عاوتاني للطوموبيل مره واحده اخرى وشدوا هذاك الوحش وتكرفس عليه، وكان كيشدو من شعره حتى كيبقى الشعر ديال ياسين في يد هذاك الوحش الادمي. هذا الشيء كيزعزع القلب بزاف، ما عرفتش انا كيفاش مامات ياسين حتى صبرات حتى خدات حقها. المهم هاد المره كان كيتكرفس عليه وبانتقام، زعما علاش قبل يضربوا بهذيك العصيه في المكتب ديال المديره.
هنا فاش الام سمعات هذه الكارثه وشعرها وقف وقلبها شويه ما يحبس، مشات عندهم في البلاصه المدرسه وواجهتهم بهذا الشيء كامل وقالت لهم خاص ضروري شي واحد يفسر ليها شنو واقع. ولكن لا المعلمه ولا المديره ولا داك الوحش ولا الناني، هاد الربعه المتهمين من ياسر كلهم غاديين ينكروا وغيقولوا ما عندهم حتى شي علاقه بهذا الشيء، وعمرهم ما سمعوا ياسين كيقول شي حاجه بحال هكا. يعني المديره والاستاذه ما في اخبارهمش، وحتى الناني وهذاك الوحش نكروا. فالام اللي شافت باللي دوروها عليها تما، واصلا هذيك المديره باينه فيها خبيثه غير من كمارتها، باينه غتكون هضرت مع الام بشي طريقه خايبه، ومن بعد غادي نقول لكم علاش قلت هكا. وهاد المديره ملي ما هضراتش مزيان مع مامات ياسين، فمامات ياسين غتشد لولدها من يديه وغاديه تمشي نيشان لمركز ديال الشرطه. وفي مركز الشرطه قبل ما دير بلاغ غادي يطلبوا منها شهاده طبيه، وهي غادي تمشي عند طبيب خاص اللي غادي يدير لها تقرير طبي اللي كيأكد ان الولد فعلا تعرض للممارسه، وعلى ان الشرج ديالو فيه 1 سنتيمتر، يعني ان الولد فعلا مكرفس وبزاف. فغادي تهز هذيك الشهاده الطبيه وغادي تدفعها مع الوراق، وغاديه ترفع دعوه بهذيك المدرسه، وغادي تدفع دعوه بالمعلمه والمديره وهذيك الناني، ومن طبيعه الحال الوحش. دابا هنايا غادي يولي هجوم على الام، لان المديره وحده اللي لاباس عليها وحتى داك الوحش لاباس عليه. فهاد الشيء غادي تقلب على الام، وغاديه تولي كتعرض للتهديدات منهم، والمديره غاديه تولي كتهمها باللي كتعامل معاهم هكا غير على ود الديانه ديالهم، وانها ما كتحترمش ديانتهم. لان في مصر معروف ان الديانه المسيحيه كاينه كثيره بزاف، وعندهم حساسيه بالنسبه لهذا الموضوع. يعني ما كيبغيوش يخلقوا عداوه بين المسلمين والمسيحيين، لانهم كلهم كيبقاو مصريين. داكشي علاش كيحثوا على ان كل واحد خاصو يحترم الثاني، والا مشى حتى شي واحد حتى رفع دعوه بان الثاني ما كيحترموش على حساب الديانه ديالو، فكيكونوا عقوبات صارمه. فهاد وفاء ادوارد غتمشي عند البوليس وترفع دعوه على الام على اساس انها ما احترماتهاش على حساب الديانه ديالهم، وباللي حطات الباطل على هذاك السيد فقط حيت هي ما حاملاش على ود الديانه ديالو صافي. ولكن من طبيعه الحال هاد الشيء ما غاديش يمشي بعيد، لانها عمرها الام ما جبدات هذا الموضوع ولا ذكرت الديانه ديالهم نهائيا. وحتى فاش جابوا الام وحققوا معاها قالت لهم انا ما كتهمنيش ابدا الديانه ديالهم، حيت كون كان عندي مشكل مع الديانه المسيحيه ما كنتش اصلا من الاول غادي نسجل ولدي تما، وانا عارفه بلي المديره ديالها راها مسيحيه. فالقضيه ما كانتش بهذه السهوله والبساطه، لان كل شيء كيقول باللي القضيه كاينه فيها شي يد خفيه اللي كتدعم هذيك المديره في هذه القضيه. تصوروا معايا الملف ديال ياسين غادي تسد جوج ديال المرات هو الملف ديالو كيمشي للحفظ. تخيلوا باللي كاينه شهاده طبيه، وهذاك ناصر الوحش هو والمحامي ديالو كيضربوا في هذيك الشهاده الطبيه وكيقولوا بانها غير مزوره، لدرجه ان الام ديال ياسين غتمشي تجيب شهاده طبيه من مستشفى عمومي ماشي خاص باش تاكد لهم بان هذيك الشهاده حقيقيه. وعاود ثاني الطبيب ديال العمومي غادي ياكد بان الولد تعرض للاعتداء. فالقضيه غاديه تكون مفتوحه من شهر جوج عام 2023 حتى العام 2025، وحتى نهار الاربعاء اللي فاتت اللي هو كان 30 في شهر 4 عاد غادي تحل، يعني المده ديال عام. وهاد الام كتقاتل مع جوج ديال المجرمين اللي ما باغينش يخليوها بحالها هي وولدها، لدرجه ان هذيك المديره مؤخرا غدير واحد البوست في الفيسبوك ديالها وغتكتب واحد الهضره اللي فعلا ما كتليقش بالمقام ديال المديره ديال المدرسه، وما تليقش حتى بالسن ديالها ابدا. غتكتب باللي الناس اللي كيهضروا راه غير كلاب، وملي الكلاب كتنبح والناس كيديوها في هاد الكلاب وكيتبعوها وشي تخربيق هكا. المهم بقات شاده الكلاب ما الكلاب، وغادي تبقى تحط دي زيموجي ديال الكلاب.
زعما كتمعني على الام ديال ياسين باللي راها غير كتنبح وما غتصور حتى شي حاجه، هي وهذوك الناس اللي تابعينها حتى هما كينبحوا. انا بالنسبه ليا بعدا في هذه اللحظه الكلاب احسن من هذيك المديره ب1000 مليار درجه. هما بعدا راه وافيين عليها، هي اللي ما قدراتش الثقه اللي دايرين فيها الامهات والاباء وحاطين عندها ولادهم بين يديها. وهنايا القضيه غادي تولي قضيه راي عام مصري من بعد ما دخلات واحد الصديقه ديال الام ديال ياسين اللي سميتها ندى. وهاد ندى غادي تقول لمامات ياسين الحل الوحيد ديالك هو الراي العام. فراه القضيه ديالك غتولي قضيه راي عام، لان المحاكمه ديال السيد غادي يقولوا ليها غادي تكون نهار 30 في شهر 4، لان المحكمه اخيرا غتقبل الملف. وغادي يقولوا لهم الجلسه الاولى غادي تكون نهار 30 في شهر 4 عام 2025. يعني هذا الملف باش ما يمشيش عاوتاني للحفظ ولا يعطيو عليه الفلوس ولا يتدخل فيه شي واحد كيف قبل، فالام غادي تقرر انها ترد القضيه ديال ولدها قضيه راي عام بالمساعده ديال الصديقه ديالها ندى غادي دير واحد البوست وغتشرح فيه كل شيء وغتوضح فيه كل شيء، وغادي دير هاشتاغ كلنا ياسين. وانتم عارفين القوه ديال السوشيال ميديا، الا مشاو الناس حتى اتحدوا اتفقوا فراه ما كاين حتى شي قوه اكثر منهم وكيقلبوا كل شيء، حيت القضيه فعلا كتوصل للمسؤولين كبار ديال الدوله وما يمكنش ما يطبقش القانون. كل شيء كيولي كيخاف وكيترعد وكيخاف على بلاصتو. وهذا الشيء اللي وقع الناس تحدوا بيناتهم باش يجيبوا حق ياسين، وتقلبات الدنيا وكل شيء ولا كيطالب بالعداله لياسين وكيطالبوا بالتحقيق في هذا الامر، وكيطالبوا يسرعوا القبض على هذا المجرم، لان السيد كان عايش الحياه ديالو وما خاصو حتى شي خير. عام وهو متهم في هذه القضيه، فمن طبيعه الحال بعد ما حققوا مع الاستاذه ومع المديره ومع هذيك الناني وحققوا معاهم بزاف ديال المرات، ولكن حتى شي اجراء ما اتخذ بحقهم لحد هذاك الوقت. فالقضيه ملي ولات قضيه راي عام كل شيء غادي يتقلب وهما براسهم غيوليو كيخافوا. واحد البرنامج غادي يعيط للمديره وهي غتقبل باش تهضر معاهم، ولكن هي ما غادي تجاوب ليهم على حتى شي سؤال ملي طرحوه عليها. السيده طالعه في اتصال مع برنامج معروف في مصر وكتقول لهم ما غنقدر نقول لكم حتى شي حاجه. وفاش كيسولوها واش انت متهمه كتقول لهم انا ما غنقد نقول لكم حتى شي حاجه، ومن بعدها انا متهمه، راه حققوا معايا بزاف ديال المرات ولكن راه ما كاين حتى شي حاجه. يعني هي ناكره وكتقول باللي هاد الهضره ما منها والو، لان بزاف ديال الناس جابوا التصاور ديالو ديال هذاك المجرم باللي باقي خدام عندها في المؤسسه وهو متهم بهتك عرض الطفل، ولكن هو واخا هكاك مازال خدام وهي ما بغاتش تعترف بوالو. حتى المذيعه غتقول ليها وانت اصلا علاش طالعه معنا في هذه المكالمه ملي انت ما باغا تجاوبي حتى على شي سؤال. وفاش كيسولوها واش هاد صابر خدام عندكم في المؤسسه كتدافع عليه، واللي كيخلي المديره تقول باللي هاد الهضره ما منها والو وتبرأ هاد صابر الوحش اللي متهم في نظر القانون، وكتقول باللي الولد كيكذب. يعني ان المديره فكر شحال عجينه وما صافياش. نحط راسي في بلاصتك وكنت انا مديره وانا ما شفتش هذاك الوحش واش تعدى على هذاك الولد ولا لا، وما شفتوش بعينيا، فغادي نتبع الاجراءات القانونيه وغنبلغ الجهات المختصه باش تصيفط لجان مختصه للمؤسسه ودير تقرير على الحادث ماشي تستر. واول حاجه نديرها هي نوقف المتهم بشكل فوري ونعفيه من جميع المهام ديالو حتى تبين البراءه ديالو، لان هذا كيتعتبر جرم قاسي نفسي وجسدي على حياه الضحيه وغيتسبب ليه في فوبيا من المدرسه، ومن دافع عليه ما يدافع عليا والله ما نعقل عليه واخا ما نعرف شكون يكون، واللي دار الذنب يستاهل العقوبه. داك الشيء علاش ضروري خاص التوعيه داخل المؤسسات، يديروا ليهم انشطه توعويه، وحتى الوالدين ديما يوصيو ويوعيو ولادهم باش ما يقيسهم حتى شي واحد في لي بارتي انتيم ديالهم. والا شي واحد قاسهم يمشيو للاداره ديال المؤسسه ويقولوها ليهم، وخاص يكون قانون داخلي ديال المؤسسه صارم يمنعوا هاد الافعال. ولكن للاسف هاد الحاله ديال هاد المديره بالعكس دافعات عليه وحماته. وكاين اللي كيقول باللي ياسين
ماشي هو اول ضحيه، وكاين وحدين اخرين من غيره، وبان هاد المديره في راسها كل شيء. واللي كيزيد ياكد ويدخل الشك ويزيد يوقف العقل هو ان العائله ديال ياسين غادي يزيدوا يعرفوا باللي كان كيديه لهذيك الطوموبيل الحمراء اللي كاينه اللور ديال المدرسه. خاصكم تعرفوا غير في هذوك الاعوام الاخيره المديره غادي دير واحد الصور اللي كيغطي هذيك الطوموبيل اللي دائما واقفه تما خاسره ولا ما نعرف. فهاد الشيء غيخليكم تطرحوا بزاف ديال التساؤلات، واش المديره متفقه معاه ولا كيفاش؟ واش هاد المديره كانت على علم وكتحميه؟ وعلاش هادوك الجوج المعلمه والناني ما بغاوش يقولوا الحقيقه؟ ففي الجلسه الاولى ديال المحاكمه قضيه ياسين اللي كانت نهار الاربعاء الفايت، المحامي ديال ياسين كان كيقول لهم ضروري غادي يكون شي تاجيل لانهم مازال غادي يتشاوروا، كل واحد غادي يقول شنو عنده. ولكن اتوقع واحد المفاجاه، وقدام المحكمه كان مطرطقه بالبشر والصحافه والراي العام والناس مشاو تما باغيين يساندوا الام، والام ما كانتش باغا ولدها يبان باش ما يتشوش وهو باقي طفل باقي بريء باقي قدامه مسار. فغتجيبوا بواحد اللبسه ديال سبايدر مان ودايره ليه واحد الماسك على وجهه باش ما يبانش. والصديقه ديالها ندى غتهضر مع الصحافه وغادي يطلب منهم باش ما يصوروش وسط القاعه لانه كان ضروري خاصو يحيد الماسك باش القاضي يبدا كيسول فيه، لان هذا هو الطلب ديال الام، هي اللي كانت ما باغاش ولدها يتصور ويبان. فاليوم العمر ديال ياسين 6 سنين، يعني الولد ولا كيفهم كيعرف شنو كيقول، ومن طبيعه الحال من بعد خاصو مساعده نفسيه باش يقدر ينسى ويتجاوز هذا الشيء كامل اللي وقع ليه. والصحافه فعلا كانوا متفاهمين وما صوروش الوليد داخل القاعه، والناس كانوا بزاف كيف ما قلت لكم، والعائله والناس اللي جايين من بعيد وقريب باش يساندوا الام وولدها. المحامي ديال ياسين كانوا عنده جوج ديال الادله، اول حاجه هو التقرير ديال الطب الشرعي، وثاني حاجه هي الشهاده ديال ياسين. فهو علاش غادي يتهموا غير هو بالضبط؟ وهما كاينين بزاف ديال الرجال اللي خدامين تما، علاش ياسين غادي يختار ناصر بالضبط؟ وغيبقى كيعاود ليهم عليه ما مره ما جوج ما ثلاثه. والمحامي غادي يجيب شهاده ديال جوج ديال الناس اللي حتى هما وليداتهم تعرضوا للتحرش الجنسي من طرف هذاك الوحش، ما كانش اعتداء ولكن كان كيقيسهم في لي بارتي انتيم ديالهم. كيقول المحامي باللي كاينين ناس وحدين اخرين اللي ولادهم تعرضوا للاعتداء وما بغاوش يجيو للمحكمه حيت ما بغاوش يبانوا، بين قوسين ما بغاوش يشوفوا ولادهم. ولكن راه كاين جوج ديال الشهادات ديال هذوك الجوج وليدات اللي كان كيقيسهم بهذيك الطريقه الغريبه، وكانت هاد الشهادات مهمه بزاف. وهذا المجرم قدام المحكمه كان جالس وداير فيها بريء، داير فيها راجل كبير، وقال لهم انا بحكم السن ديالي مستحيل ندير شي حاجه بحال هذا الشيء، لانه في عمره 80 عام. دابا القاضي غادي يطلب واحد المهله من بعد المرافعات ديال المحاميين من بعد ما استجوبوا ياسين وعاودوا، وهو عمره ما بدل الهضره ديالو، ديما كان ثابت في الاقوال ديالو. فالقاضي غادي يطلب مهله باش غادي يمشيو يتشاوروا في هذه القضيه. والمحامي غادي يخرج ويقول الصحافه راه صعيب بزاف ان القاضي يحكم اليوم، لان بالنسبه لهم غادي يكون تاجيل. ولكن القاضي كان عنده راي اخر، وكان مقتنع بان الولد ما كيكذبش وكيقول غير الحقيقه. وهذاك التقرير الطبي كان واضح وباين بان الولد تكرفص وسط من المدرسه. القاضي غادي يحكم على ناصر بالسجن المؤبد مع عدم امكانيه الخروج في اقل من 25 سنه ديال السجن. وانتم عارفين باللي في عمره 80 عام، اذا امبوسيبل يعاود يشوف الشمس. وغيجيبوا حتى هذوك الثلاثه الاخرين، المديره والمعلمه والناني، وبعدا غادي يتوقفوا بثلاثه بهم من الخدمه ديالهم، وغادي يبقاو معاهم في التحقيقات. ولحد الان مازال ما كاينش الحكم عليهم، ومن طبيعه الحال غادي يتعاقبوا. فالام هنايا كانت فرحانه بزاف هي والمحامي ديال ياسير، وياسير حتى هو كان خارج فرحان لانه انتصر في الاخير، وكل شيء كان كيصفق وكيصفر وكل شيء كان فرحان. الصراحه حتى انا فرحت من اعماق قلبي بالحكم ديالو، ولكن كنتمنى الوليد يرجع للطبيعه ديالو ويديروا ليه متابعه مع طبيب نفسي باش يقدر يرجع لطبيعته وينسى هذا الشيء اللي وقع ليه. برافو 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 على الام اللي سكتات وتقاتلات حتى خدات حق ولدها، واخا حاربوها في الاول وعياو ما يوقفوا ليها في طريقها
وعياو بالتدخلات وعطيانا الرشاوي والكذوب وعياو ما يتهموا فيها. والله يحفظ اي وليد ولا بنيه ويحفظ جميع ابناء المسلمين. وراه الا كان شي جديد في هذا الحكم على هذوك الثلاثه الاخرين غادي نخليه لكم اما في كومونتير ديال هذا الفيديو اولا نخليه لكم في صفحتي ديال فيسبوك اللي سميتها حتى هي يحكى ان تابعه لهذه القناه. فما تنساوش تخليو ليا في التعليقات شنو هو الراي ديالكم في هذه القضيه اللي كتدمي القلب، وتسناوني في قضيه جديده راني كنوجد لكم في واحد القضيه حتى هي كتحبس الانفاس. ما غاديش نتعطل عليكم هاد المره، وتهلاو ليا في راسكم بزاف بزاف، كنموت عليكم. بيزو ليكم كبيره، يلا باي باي.